الاهلي يفوز بثلاثيه على انبي في افتتاحيه الدوري. بالنسبه لنا احنا لسه بادئين الدوري. هتقولي فرحانه، هقول لك غصب عني فرحانه. عاجبك الاداء؟ لا. عارف عاجبهم الاداء، عاجبهم الشياكه؟ لا. لا على فكره بجد ادائنا على فكره ده مش الاهلي الشوط الاول، ده مش احنا اكن انبي بتلعب اسمنت اسيوط، عارفين الليفل ده مش احنا. هل في ناس تسبب في الخساره؟ احنا كنا خسرانين يا جماعه، احنا دخل فينا جونين في نص ساعه. جونين، ليه ادخل فيها جونين في نص ساعه؟ انا مش فاهمه بصراحه. جونين في نص ساعه واتحسب على ضربه جزاء وما دخلش، كان زمان 3. كوكا في نص الملعب ليه؟ هقول لكم ليه. هل كابتن حسين عموده غلطان في كده؟ لا على فكره كوكا مكانه الاصلي نص الملعب، نص الملعب. بس هل كوكا اصلا متميز لدرجه ان انا ممكن ارجعه مكانه الاصلي فهيرتاح ويديني الاداء؟ لا لا جماعه، هو بجد كوكا اصلا من لعيبه على قدها، عشان نكون صراحه على قدها، وموجود في الاهلي حظوظ ليس اكثر. فانا اتبرمج على مكانه الجديد اسيبه بقى. فكره بجد والله العظيم انا بقولها نصيحه، ما ينفعش ارجعه مكان القديم، هو اصلا في الجديد بالعافيه بيزق. كريم فؤاد اتسببت في جونين يا حبيبي، وفي الجون التاني هادي رياض يعني على ما بيرجع. يا جدعان بقى احنا بنلاعب معاشات دلوقتي، احنا النادي الاهلي بيلاعب معاشات. اتريقنا على الزمالك يا جماعه، قلنا معاشات ووزنهم معرفش ايه. هادي رياض على ما رجع كان خلاص مش قادر ما قدرش يلحق الجون على فكره. عندي بس كذا سؤال. ليه شوبير اللي يلعب؟ ليه شوبير؟ والله بجد ليه شوبير؟ انا مش عارفه. في حاجات كتير ملهاش اجابه عندي النهارده بجد، بس انا فرحانه ان احنا كسبنا. بس فنيات احنا اقسم بالله الشوط الاول ده احنا عايزه اقول لكم ان ده مش الاهلي. والله لولا التيشيرت بتاعت الاهلي ما كنتش هقول ان ده الاهلي، اقسم لكم بالله. لولا التيشيرت يعني، لو عارفين لو انا بتفرج على ماتش يعني، كنت الاول بعرف الاهلي من ادائه. طب والله العظيم الاهلي اللي بيقول لي انت بتأفوري، والله الاهلي كان بيتعرف من ادائه. اللي كان بيتفرج على الاهلي حتى من 2 3 من 4 سنين هتلاقوا ان الاهلي كان معروف. اتفرج على الاهلي. انا في ماتش الاهلي غير التيشيرت بتاعته والله العظيم بعرفه، لكن بجد اللي حصل النهارده لا، ده مش الاهلي. شوبير دخل فيه جونين. هتقول لي على فكره هو غلط كتير، في غلط كبير من الدفاع، بس انا ما اسيبها فاضيه يا جماعه. بصوا حارس المرمى لو هيعتمد اعتماد كلي على الدفاع هسيب ما انا لو الدفاع يا جماعه هيخرج لي كل الكور، طب ما اسيب الشبكه فاضيه. فاهمني؟ مصطفى شوبير عليه عامل كبير. انا كان المفروض اوقف الشناوي النهارده. الشناوي الماتش اللي فات خد ثقه، يعني فاكر كان عندي مشكله مع الشناوي ان هو كانش مبقاش واخد ثقه، خد ثقه فكان ادفع بيه بقى النهارده. لا احنا ريحناه، ما اعرفش مريحينه ليه. انا اصلا ما اعرفش هو ما بيلعبش ليه. على فكره انا عندي اسئله كتير، ليه الشناوي ما بيلعبش من قبل كده؟ ليه ما بيلعبش؟ هتقولي كان بيغلط، هقول لك من كل الناس بتغلطت، اشمعنى هو؟ عندي بس حاجه كمان اشرف بن شرقي. الناس اللي بتقول اشرف بن شرقي كان وحش، على فكره هو مش عشان واخد رجل، على فكره في ناس تاخد رجل بطه وهي ما هي مش كويسه. اشرف بن شرقي كان كويس قوي، كان كويس قوي بصراحه. بس عندي نقطه، ليه زيزو اللي شوط ضربه الجزاء؟ ليه؟ عارفين ليه؟ بجد ليه؟ انا جالي تروما والله العظيم. انا زيزو مش هصفاله. بصوا مش هصفاله تاني خلاص. بص انا لما بحب حد بحبه وخلاص، لما بقفل منه لان انا قفلت منه بعد يعني فرص كتيره والله العظيم، وبعد حاجات كتيره يعني بحط اسباب كتيره قوي عشان اعرف اقفل من الشخص. انا زيزو بالنسبه لي خلاص وصلنا انا وهو لمرحله ايه، انا مش طايقه ومش هطيقه يعني. فاهمين؟ ليه اصلا واحد مضيع لي الدوري اللي فات بضربه الجزاء اللي هو ما عرفش يحطها؟ لا اخليه شوط تاني. ليه اصلا يبقى المسدد الاول؟ هتقولي ما كانتش ضربتين جزاء ولا ضربه، لا والله جماعه لما يكون كوره كانت متوقف عليها دوري اقول لك انا مش فاهم اصلا ليه يكون زيزو مسدد الاول. ما عندناش، كنا قبل ما يجي زيزو كنا بنشحت مثلا من ضربات الجزاء؟ مش فاهمه يعني. قبل ما يجي زيزو كنا احنا يا جماعه متلطمين في الشوارع ما عندناش حد يشوط ضربات جزاء؟ خلاص يا جماعه كنا منهارين في الشوارع؟ اكيد لا يعني النادي الاهلي. فبجد انا مش عارفه ليه زيزو بيشوط ضربات جزاء، ليه؟ على فكره ده مع اختلاف مدربين يعني، مش مشكله في المدرب، المشكله في زيزو نفسه. ليه اصلا؟ مين اللي مخليه مسدد الاول؟ انا مش عارفه. ضربه الجزاء في ضربه جزاء عليها قولين. هل انا شايفاه ضربه جزاء؟ الناس بيقولوا لي انت حقانيه. على فكره ضربه الجزاء دي انا هعمل لها فيديو لوحده لان فيها حيثيات، فهنعمل لها فيديو لوحده
وهقول لكم الاسباب واللي انا شايفاه بصراحه. اقسم لكم بالله الناس كاتبه لي كلام اللي هو انت شايفه ضرب الجزاء، انت بتقولي ان انت حقانيه. والله العظيم كلامكم حسسني ان عايزه اقول لكم على حاجه. ما تحطوش في دماغكم بس ان الاهلي بيتجامل. دايما في اخطاء من الحكم نفسه. يعني بصوا، في ساعات فرق بتتجامل ماشي، بس في حكام اصلا يا جماعه بيبقى، هقول لكم شفتوا الدوري اللي فات بتاع الزمالك؟ مش في ضربه جزاء عملت قلبان وقالوا بسبب الزمالك خد الدوري بلا بلا، وانا قلت كانت ضربه جزاء. انا كنت صريحه يعني مع نفسي عشان حتى ما اضحكش على نفسي واقول لنفسي ان احنا خرجنا ظلم. احنا ما كناش خرجنا ظلم، انا عارفه، بس في حكام اصلا بيبقوا هم مش يعني فيها قوانين هم مش عارفينها اصلا، فاهميني؟ بس احنا هنعمل فيديو عنها.